كل اللي انت تعرفه عن شات جي بي تي غلط، وهقول لك ليه. يا راجل يعني انا كل معلوماتي غلط؟ لا يا صاحبي ما تقلقش، هنصحح لك شويه بس. يعني مثلا تعرف ان شات جي بي تي هو اكبر واشهر اداه ذكاء اصطناعي عرفته البشريه لغايه دلوقتي. شات جي بي تي اللي اول ما طلع سنه 2021 وتحديدا في نوفمبر هو صاحب اكبر كلمه بحث على الانترنت واليوتيوب في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. حتى الان سنه 2015 اتولدت شركه جديده في مجال الذكاء الاصطناعي اسمها اوبن اي اي، على ايد مجموعه من كبار العلماء والمهندسين ورواد التكنولوجيا، ابرزهم ايلون ماسك صاحب شركه تسلا وسبيس اكس، وكان معاه سام التمان ومجموعه تانية كبيره. بدات شركه اوبن اي اي وكان هدفها الاساسي هو تطوير الذكاء الاصطناعي علشان تستفيد منه البشريه كلها. بالرغم من خروج ايلون ماسك من الشركه لانشغاله بالبيزنس بتاعه، لكن شريكه سام التمان امريكي الجنسيه ومعاه مجموعه تانية من اللي اتبقوا في الشركه اخترعوا اختراع جديد قلب البشريه راسا على عقب. الحقيقه هو مش اختراع بالمعنى الحرفي، لكنه تطوير لنموذج ذكاء اصطناعي جديد بشكل مختلف كليا عن النماذج اللي سبقته، لان الذكاء الاصطناعي كان موجود بالفعل من خمسينيات القرن الماضي. ممكن نقول انه تطور لروبوت الرد الآلي اللي كان اول مره يظهر باسم إليزا سنه 1966. وده عباره عن قاعده بيانات بيتحط فيها شويه اسئله والاجوبه بتاعتها، فلما تسال السؤال اللي متسجل بيطلع لك الاجابه بتاعته. وفضل يتطور الموضوع لحد ما الروبوتات دي بدات تفهم سؤالك حتى لو انت كاتبه بصيغه مختلفه، والتقنيه دي موجوده حتى الان لانها بتوفر في الوقت والعنصر البشري. انما شات جي بي تي حاجه مختلفه تماما، هو مش مجرد روبوت بيرد على اسئله، لا ده بيقدر يبحث على الانترنت وبيجيب مراجع وبيدور لك على المعلومه اللي انت عايزها، وكمان بيتعلم من الكلام اللي انت بتتكلمه معاه، وكل مره بيتحسن لدرجه انه بقى بيحل مشكلات معقده ويكتب مقالات ويترجم لغات وكمان بيصمم اعمال فنيه. ده غير السرعه في الرد والثبات في النتائج والتفاعل الطبيعي بتاعه اللي وصل لدرجه تكاد تكون مطابقه للطبيعه البشريه، لدرجه انه ممكن يقلش معاك ويقول نكت وكمان يتعاطف معاك. العجيب ان شات جي بي تي ده في ناس حاولت تساله اسئله متشابكه لدرجه انه بدا يقدم اجابات عبقريه، وبعض الناس اكتشفوا ان هو بيجاوب على اسئله ما كانوش متوقعين الاجابه عليها من جهاز كمبيوتر. ناس كمان اكتشفت ان شات جي بي تي ده بيقدر يتنبأ بتوجهات التكنولوجيا المستقبليه وبيقدم حلول لمشاكل معقده في مجالات كتير، لدرجه ان في اشاعات عجيبه وغريبه عليه ان جواه وعي بشري او ارواح شريره لناس تانية كانوا عايشين زمان. يعني شات جي بي تي ده طلع في الاخر ايه، ذكاء اصطناعي ولا حاجه تانية؟ يكونش جني؟ الاغرب من كده ان التكنولوجيا دي لسه في بدايه الطريق، والشركات اللي زي اوبن اي اي بتسعى عشان تطور الذكاء الاصطناعي اكتر واكتر لحد ما يبقى جزء من حياتك اليوميه بشكل طبيعي زي الموبايل اللي في ايدك دلوقتي. شركه اوبن اي اي مش بس بتشتغل على نموذج شات جي بي تي باصداراته، دي كمان بتقدم مشاريع كبيره تانية في الذكاء الاصطناعي برضه، زي نموذج دال اي اللي بيخلق صور من كلام، ونموذج كودكس اللي بيكتب اكواد برمجيه، وكمان تعاونها الكبير مع شركه ران واي اللي بتستخدم موديل دال اي بتاع اوبن اي اي عشان تعمل تصميم الفيديوهات السينمائيه الجباره اللي بنشوفها دلوقتي من خلال وصف بسيط. والنماذج دي كلها مجرد قواعد بيانات ضخمه ومنظمه ومبرمجه بطريقه حديثه جدا بحيث انها تدينا النتائج اللي بنشوفها دلوقتي. يعني مش ارواح شريره ولا حاجه زي ما بيقولوا. بص يا صاحبي، انا فهمتك القصه واعتقد دلوقتي انت تعرف الصح فين.